ازيكم يا حبايبي؟ اختكم هناء بتسلم عليكم وبتقول لكم وحشتوني. عندي ركن كده في مكان ما اسمه ركن الموده. ركن الموده ده اللي هو انا بعمل فيه اللقمه الطيبه اللي انا بحبها، اللي بتفكرني من ايام الزمن الجميل، زي زمن ايه؟ والدتي، والدي، عماتي، خالاتي، جيراني الطيبين. اللقمه الطيبه دي انا بحبها. زي سمك البطاطا دي انا بحبه وبعشقه، مصدقت لقيته النهارده في السوق. صغيره شويه ولكن مش مشكله، هي تستاهل التعب. هنا بعد ما شويتها وحطيت لها دقه الثوم والبصل وهعصر عليها ليمون. هنا انا لسه بشويها، ده جزء بشويه. بصوا بقى الاحلى ما في الخير، الحدوته بمعنى اصح، والحكايه ان ده صوت الوقود اللي انا صلحته، واللي انا شايفين يا اولاد. لو تعرفوا انا بذلت جهد قد ايه عشان اصلحه، وعشان اعيد تاهيله، وعشان استخدمه من اول وجديد. الفكره مش ان انت يطلع منك طبق سمك شوي. انا عارفه دايما يقول لك ايه، شيل العد ولا تربيته. لا، انا بقول تربيته. تربيته بمعنى اصح ان هو بياخد طبعك وبياخد ايه، مجهود منك، فطعم السمكه بتبقى احلى واطعم. الف هنا عليكم وعلى اللي هياكل، وكفايه ان هي الاكله بتفكرني بالناس الطيبه الحلوه. يا رب ارحمهم جميعا وسامحنا. امين يا رب، امين يا رب.